في الستينات في جريمة شهيرة حصلت في الصين لما قسم الأدلة الجنائية بحث فيه وطلع تقريره، لقوا في مسرح الجريمة بصمة القاتل، ودي كانت تعتبر من أسهل الجرائم لحد كده. بس فجأة وبدون مقدمات طلع القاتل نفسه هو قتيل في جريمة تانية من 10 سنين. طبعا هنا الدنيا اتقلبت وما قعدتش، ازاي بصمة واحد ميت جت في مسرح الجريمة؟ وطبعا أول شك جه في دماغهم بالظبط هو نفس اللي جه في دماغك دلوقتي، إن القاتل أصلا ما ماتش وكان بيضحك عليهم طول الفترة اللي فاتت. ومفيش كام يوم ولقوا جريمة تانية وعليها نفس البصمة، وكأن القاتل بيطلع لهم لسانه. وهنا بدأوا يفتحوا ملف القضية اللي من 10 سنين لحد ما لقوا المفاجأة. لقوا في القضية اللي من 10 سنين إن القتيل تم قطع إيديه بعد قتله، وبعد كده تم حرقه لحد ما اتفحم بشكل كامل. ولقوا إن الجريمة دي اتأيدت ضد مجهول. وهنا بدأ الموضوع يروح لسكة تانية خالص، وقسم الطب الشرعي والأدلة الجنائية والشرطة بدأوا يحطوا احتمالات كتيرة. أولهم إن القاتل كان بيستخدم بصمة القتيل اللي من 10 سنين، بس كانوا هيتجننوا إزاي قدر يحتفظ بإيد المجني عليه طول المدة دي. وده كان شك مخليهم مستبعدين الفكرة أصلا، لدرجة إنهم حطوا شوية أفكار تانية زي إن القتيل ما ماتش أصلا وإنه حط جثة تانية مكانه، خصوصا إنه اتحرق بالكامل ومحدش اكتشف الجثة لحد دلوقتي. لحد ما حصلت جريمة سرقة بالصدفة في بنك، وهم بيرفعوا البصمات لقوا نفس البصمة بتاعت القتيل اللي بنتكلم عليه، بس مش مع الحرامية، ده كان مع واحد من ضمن الرهاين اللي جوه البنك. ولما راجعوا الكاميرات قدروا يحددوا مين صاحب البصمه دي، وعرفوا ساعتها انه واحد من العمال اللي بيشتغلوا في المواد الكيميائيه وجاي يحط فلوس. وفعلا اتقبض عليه، وبعد الضغط الشديد عليه اعترف بكل حاجه، وقال انه قدر يحط بصمات الراجل اللي قطع ايديه من 10 سنين بعد ما قتله في محلول جليسرين عشان تطرى، وعشان يقدر بعد كده يستخدمها في جرايمه ويلاعب الشرطه بيها. وفعلا كانت كل حاجه ماشيه معاه تمام وزي الفل لحد صدفه البنك اللي ما كانش متوقعها اصلا. ومن بعد القضيه دي ما بقتش الشرطه بتاخد ببصمات الصوابع كدليل ادانه مؤكد، الا لو كان هو الدليل الوحيد المعروف في الجريمه. لحد كده نكون خلصنا الحكايه بتاعتنا. ما تنساش اللايك والشير، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو عجبتك. واوعوا تفتكروا ان دي النهايه، هنتقابل تاني في ظروف غامضه. سلام.